مساء الخير أعزائنا المشاهدين عبر شاشة موقع خبر عاجل. واليوم معنا لقاء جديد ويتجدد دائما اللقاء مع النجوم. واليوم نجمنا جاي من ألمانيا، يحمل اسم ثائر، النجم ثائر. بنقول له مساء الخير عبر شاشة خبر عاجل. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. ثائر، بالبداية طبعا حابين نعرف أول شيء اللبنانيين ككونك صار لك زمان برات لبنان، عن حضرتك كفنان وكل اللي عم يشاهدونا بالعالم العربي وبلاد الاغتراب أيضا عن حضرتك أكثر. الاسم سائر، بلشت مسيرتي الفنية من ألمانيا ببرنامج على RTL، برنامج هواة مثل تقريبا سوبر ستار، بس انه العديد من اللغات. وكنت يعني أعمل حفلات خاصة، حتى أصحابي شجعوني وقدمت على برنامج للهواة بألمانيا، وكان في تقريبا 40 أو 50 يعني مشارك عرب. بأي سنة قدمت؟ قدمت بسنة تقريبا 2004. 2004. من بعد ما قدمت بلشت بمسيرتك الفنية ولا قبل ما تقدم؟ لا، كنت أعمل حفلات، ولكن كانت حفلات خاصة، إنه خاصة أصحاب بين بعض وهيك. وحتى أصحابي شجعوني، يعني بلش أعمل يعني يوسع، وحتى شجعوني فوت بهذا البروجرام. وفتت عن الأغنية للأستاذ توني حنا والأستاذ وديع الصافي، أغنية يابا يابا له الأستاذ توني حنا، وأغنية عن الأستاذ وديع الصافي عندك بحرية يا ريس. نعم. ومن بعدها انطلقت وبلشت الغنى وصار عندك حفلات تشارك بحفلات. من بعدها انطلقت وصرت شارك بحفلات، ومنها حفلات كانت للجالية اللبنانية بألمانيا والجالية السورية كمان. قديش صار لك بألمانيا؟ صار لي تقريبا شي 12 سنة. زمان كتير يعني. طيب سائر، طبعا اسمك الفني سائر اسم الفني. يعني اليوم من بعد ما انطلقت من هذا البرنامج وبدأت تطلع على المسارح وتغني، طبعا عم بتفكر او فكرت انك تعمل اغنية سينجل او تعمل ألبوم. خبرنا اكثر عن الموضوع، امتى بلشت تفكر بالموضوع انك تعمل سينجل، وهل في لمشروع لألبوم لقدام؟ أكيد، بلشت الفكرة لما قدمت ببرنامج سوبر أتلانتا بألمانيا. نجحت، ويعني لقيت حضانة من الجالية اللبنانية بألمانيا، وكتير يعني شجعوني واهتموا فيه، وحبيت إنه أعمل شيء خاص فيه. عملت أغنية كلمة سنينة ودعمتها مع كذا إذاعة لبنانية، منها إذاعة الجرس. وجيت قابلت صدفة أنا والأستاذ مدير أعمالي ناجي حفني بحفلة من الحفلات، وتعرفت عليه نعم. وحبينا هيك نعمل عمل جديد، ألبوم جديد. حتى صادفتنا يعني الفكرة، قال لي إنه شو رأيك نعمل شيء جديد للبنان، حتى إنه عادة إنه في فنانين كبار، نجوم كبار ما عملوا شيء لمنتخب لبنان، ولقيناها فكرة كتير حلوة. قبل ما نفوت بهذا الشيء، خلينا نحكي عن أغنية كلمة سنينة. كلمات وألحان مين توزيع؟ كلمات الشاعر عمرو، وألحان عادل المولى. التوزيع نصيف رضا. نعم. نزلت الأغنية وبتحس إنه أخذت حقها ولا بعد؟ نزلت الأغنية أخذت حقها، ويعني بالنسبة لأول إطلالة على الإذاعات، يعني الأصداء كانت إيجابية. نعم. من بعدها كان في فكرة، أنت وناجي عم تقلي إنه إصدار أغنية خاصة بالمنتخب اللبناني. طبعا احنا بنعرف إنه بالفترة الأخيرة من كم يوم يعني فاز المنتخب اللبناني وحقق أهداف مهمة،
وكان في ضجة كتير كبيرة حولها. هل اللي عم تعمله يعتبر استغلال إذا بدك من ناحية تجارية، أو هو من نابع من مشروع فنان لبناني إلى المنتخب اللبناني؟ لا، يعني مثلا أساسا يعني بتعرف الإنسان لما بيكون عايش بالغربة بيحب لبنان، بيحب وطنه، بيحب تراب لبنان. وكنا أنا والأستاذ ناجي حفني عم نحضر لألبوم جديد وكليب كلمة سنينة بدنا نحضر للكليب. اجتنا الفكرة إنه يعني عمل إنجاز لبنان من 39 سنة ما بعد لحد هلأ ما عملوه. والإنجاز اللي عمله لبنان حتى ما في فنان بعد لحد هلأ غنى لمنتخب لبنان. يعني أنا بأسف على فنانين نجوم كبار، فنانين غنوا لمنتخب مصر. مين كنت تتوقع انه النجوم الكبار ممكن كان يغني اغنيه للمنتخب اللبناني؟ يعني في اصوات نجوم كبار بلبنان لهم اهميتهم ومشهورين على صعيد العالم العربي، على صعيد لبنان كثير فنانين كبار. بس أنا حبيت الفكرة إنه أعمل شيء للبنان وأعمل غنية لمنتخب لبنان. حتى وقفت الكليب عم تفوت بهذا المشروع. امتى ممكن تصدر الاغنيه؟ كلمات والحان مين؟ مع مين؟ اي مخرج عم تعاون؟ كلمات كالشاعر عمرو كمان، الحان مجد عسيلي، وتوزيع هادي كرم. شو اسمها الاغنيه؟ الاغنيه اسمها بيضوها رجالنا. فينا نسمع اول رفران منها؟ بيضوها رجالنا والطبي رقصوها وغير نحنا ما لينا، وعلوا الراي علوها يابا نجمي من فوق الغيمات نويوا عليها وجابوها، وسبع المرمى ابو الزوز وعنتر كايد العيدا، ولبنان بصوتك فيروز وعالمجد جبينه اهتدى يابا هيدا يا عالم لبنان باله ما بيوقف حدا. حلو اسم الله، كثير حلو الاغنيه. امتى ناوي؟ الحمد لله خلصنا الاسبوع الماضي تصوير الكليب وخلصنا تسجيل، وان شاء الله قريبا بتنزل على الاذاعات. حلو. صورتوها كليب قلت لي؟ صورناها. وين صورتوها؟ بالمدينه الرياضيه؟ بالمدينه الرياضيه وعدة مطارح. كان المنتخب موجود؟ ولا حتاخذوا مقتطفات من حناخذ مقتطفات حلو. مشروع كتير مهم. قد ايه هيك بتتخيل انه ممكن يجيب نتيجه؟ ان شاء الله مفروض. يعني انا بطلب يعني اشيد بالجمهور اللبناني انه يشجع منتخب لبنان، مش بس الاغنيه، يشجع منتخب لبنان ويشجع الاغنيه وان شاء الله منتخب لبنان بيعمل شيء، وان شاء الله كمان نحن بنقدر نكون قدمنا شيء للبنان. سائر لكن اليوم موجود بلبنان لعدة نشاطات، فينا نقول اطلالاتك التلفزيونية وعبر الصحافة، تواصل مع الصحافة اللبنانية، وإضافة إلى هالمشروع اللي عم تعمله الأغنية خاصة بالمنتخب اللبناني. يعني اليوم وجودك بلبنان عندك عدة مشاريع فنية عم تسويها. من بعد ما تخلص هون حترجع على ألمانيا؟ حرجع على ألمانيا لأسبوع أسبوعين ونرجع نكمل أنا والأستاذ ناجي حفني المشروع اللي كنا بدنا نعمله، بس وقفنا كرمال أغنية المنتخب. الأغنية الأولى كلمة سنينة، الأغنية الكليب كلمة سنينة، وفي ألبوم جديد عم نحضره نشوف شو بدنا نعمل. أنت مع إنه يكون في ألبوم ولا بتفضل السنجل بهذا العصر؟ بفضل السنجل بهذا العصر، بس ولكن يعني مش غلط يكون في ألبوم يجمع يعني يجمع كل شيء. نعم. هل في صورة مع مين بدك تتعاون أو مع مين تحب تتعاون الشعراء الملحنين بلبنان؟ هلا حقيقة عم نتعاون مع المخرج خالد أطب، وعم نفكر في ألبوم جديد وسنجل جديد. عم نتعاون مع الأستاذ عم نفكر نتعامل مع الأستاذ سعيد المرور كإخراج،